ساكنة الدوحة هي اليوم على موعد مع موروث ثقافي تقليدي آخر متأصل في وجدان المغاربة عبر التاريخ. إنها فنون الفروسية التقليدية أو ما يسمى بالتبوريدة. بمركز الشكب للفروسية ترأست صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة لاله حسناء وسعادة الشيخة سارة بنت حمد آل ثاني هذا العرض المميز للفروسية التقليدية المغربية. قبل انطلاق العروض تابعت سموها شريطا مصورا حول الفعاليات الثقافية التي ميزت العام الثقافي المغرب قطر. فن التبوريدة ليس فقط احتفالا فولكلوريا، بل هو يختزل مجموعة من القيم والمبادئ الثقافية والحضارية التي يتحلى بها المجتمع المغربي، كما يختزل فصولا من التاريخ المغربي العريق. شجاعة، نخوة، انضباط وتركيز نراها اليوم من خلال هذا التراث العميق في رمزيته والرائع في جماليته، حيث ينصهر الفرسان وخيولهم في طلعة جماعية تحبس الأنفاس مع الطلقات المتزامنة في طلقة واحدة. فن التبوريدة جزء لا يتجزأ من الهوية المغربية، وهو رمز للفخر الوطني والانتماء الثقافي. ومع تسجيله في قائمة التراث الثقافي غير المادي لدى اليونسكو عام 2021 تصبح التبوريدة إرثا عالميا يحتفى بها في مختلف أنحاء العالم. يشهد هذا الإرث الغير المادي إشاعا وحضورا متميزا في كل المناسبات الاحتفالية بالمهرجانات والمواسم المنظمة بمختلف أنحاء المغرب، فهو يشكل علامة مميزة بطقوسه الطافحة بالدلالات التراثية العميقة. روعة العروض تجسد العناية التي يحظى بها الفرس على مر العصور والجهود المبذولة للحفاظ على هذا الموروث الثقافي. فالفروسية التقليدية شهدت تطورا على مستوى جودة الخيول ومستلزماتها من ألبسة تقليدية وسروج وبنادق، عناية تجسدها جائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية التي أرست أسس الحفاظ على هذا الإرث الحضاري وضمان انتقاله إلى الأجيال المقبلة. وتخليدا لهذا الحدث أخذت لصاحبة السمو الملكي الأميرة لاله حسناء وسعادة الشيخة سارة بنت حمد آل ثاني صورة تذكارية مع رؤساء فرق الفروسية التقليدية المشاركة في هذا العرض المميز.